الصاروخ نازل على الكيان زي السكينة في الحلاوة، حتى مساء الخير ما حد قالها له. أما عن القبة الحديدية ودفاعاتهم الجوية فين، وعدد القتلى وعدد المصابين كام، وحجم الخراب اللي عندهم، فكل ده هنعرفه مع بعض من خلال الفيديو ده. لكن كالعادة وقبل ما نبدأ يا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو واعمل متابعة لصفحتنا ده لو مش عامل، وصلوا على النبي. بص في الأول كده خلينا أقول لك إن إيران من بداية الحرب واخدة كمية ضربات جوية وصواريخ ملهاش عدد، لكن في المقابل صواريخها بترد بنفس الطريقة ويمكن أكتر. ونبدأ باللي حصل النهاردة الفجر في لبنان. قوة تابعة للكيان توغلت في قرية في جنوب لبنان، وإذ فجأة يقابلها الحزب اللبناني اللي انتوا عارفين. يا دوب قوة طلعت من التمركز الأساسي وتوغلوا شوية في قرية في جنوب لبنان، وهنا كان الحزب عامل حسابه ومخطط ومرتب كويس وكان مستنيهم بكمين. وعنصر المفاجأة هنا كان أهم من أي حاجة، قبل ما يفكروا يطلعوا عليهم أي طلقة ضربوهم على طول بصاروخ خارق للضروع، ومن بعدها حصلت الاشتباكات. أما عن النتيجة فدي أعلنت عنها القناة 13 اللي تابعة للكيان. قالوا طبعا عدد من الإصابات والقتلى حصلت في المجموعة دي، مش بس كده ده كمان انسحبوا ورجعوا للتمركز بتاعه. وهنا الخبر اللي بيأكد ان الحزب وقع من القوة دي عدد كبير. ومن ساعات إيران ضربت دفعة صواريخ على الكيان. أنا عايز أقول لك إن المفاجأة أو الصدمة للسكان هنا لا دفاع جوي ولا قبة حديدية ولا أي حد اعترض الصواريخ دي، حتى مساء الخير وهم نازلين محدش قالها لهم. أنا عايز أقول لك إن في صاروخ انشطاري فيهم المفروض إن هو قبل نزوله هو في السماء بيتقسم ل 16 هدف، من كتر ما هو ما حدش يعترضه انقسم قبل ما ينزل للهدف بثواني. علشان كده الضربة كانت مرعبة بمعنى الكلمة. مجموعة الصواريخ اللي اتضربت كلها النهارده من ساعات ما فيش صاروخ تم اعتراضه، لدرجة ان السكان هناك بدأوا يكتبوا ويقولوا ازاي الدفاعات الجوية والقبة الحديدية وازاي الجيش سايب الصواريخ كده بتاعت إيران تعدي بكل سهولة بدون ما يعترضها. أما عن حجم القتلى والإصابات من بداية الحرب فخلينا أقول لك إن الكيان لأول مرة أعلن النهارده ان الاصابات واللي تم نقلهم للمستشفى من بداية الحرب حوالي 2000، وطالما الكيان قال 2000 يبقى قرني واضرب في 3، يعني العدد اكبر من كده بكتير. اما عن عدد القتلى فخلينا اقول لك ان هو ما ذكرش ولا حاجة، وفي تعتيم كبير جدا جدا عن اللي بيحصل هناك، والصورة اللي هناك مش هتوصل لحد، وان الجزء البسيط اللي واصل للناس ما هو الا تسريب لا اكتر. لكن تعال سمعك معايا السياسي البريطاني اللي قال انا جايب الاخبار دي من قلب تل الانابيب هناك ومن الناس اللي بتمشي في الشوارع وشايفه اللي حاصل. وصف اللي حاصل في الكيان واللي عملته ايران ما هو الا صورة طبق الاصل من اللي حصل في اهل العزة. اولا اتكلم وقال ان الكيان مستخبي، يعني محدش هيشوفه، او بمعنى اصح محدش هيشوف اللي بيحصل فيه واللي عاملاه ايران. وقال ان صواريخ ايران بتعدي بكل سهولة وايران بتعمل اللي هي عايزاها بالصواريخ بتاعتها، وده بيأكد كلامنا. عطلت او صواريخها خلصت او في اي خلل حصل فيها مش عارفين. ده مش بس كده، ده قال ان هم منبهين ومحذرين اي حد من هناك ممنوع يصور اللي بيحصل. لو ده حصل من اي فرد، اي حد يمسك تليفون ويصور اي حاجة حصلت وينشرها للميديا يتحاكم بالحبس المشدد لمدة 5 سنوات. وده سبب التعتيم وان الصورة مش واصلة كاملة. مش بس كده، ده قال ان القنوات الاعلامية هناك مش عارفة توثق اللي بيحصل وممنوع عنها ان هي توثق ده. وقال ان عدد القتلى والمصابين هناك بسبب ايران مهول لا يمكن حد يتوقع. قال انا الاخبار اللي جايبها دي واللي بتكلم عنها مؤكدة، مصادر مؤكدة من قلب الشوارع هناك، من الناس اللي ماشية في الشوارع وبتشوف اللي بيحصل. لو تفتكر اني قلت لك ان الصاروخ الواحد الانشطاري الايراني قبل ما يوصل بيتقسم ل 16 هدف. انت متخيل صاروخ واحد بيضرب 16 هدف في وقت واحد من غير ما اي صاروخ يعترض؟ علشان كده السياسي البريطاني شبه اللي حاصل في تل الانابيب هناك باللي حصل في اهل العز، وقال هي نفس الصورة. تعالوا نسمعوا الفيديو اللي جاي ده مع بعض، ويا ريت كل اللي بيشوفني دلوقتي وعلشان الفيديو ده يوصل لكل الناس والحقيقة تظهر للكل، الكل يعمل مشاركة يا جماعة وفي كل مكان. Israel is taking a bloody good hiding, but you don't know it. You don't know it for 2 reasons. First of all, anybody releasing a picture or video of the damage in Tel Aviv is immediately sentenced to 5 years in prison. And secondly, because the mass media, CNN, BBC, Sky News, have accepted Israeli censorship and are therefore not broadcasting the footage that they have taken over
a Tel Aviv that now looks like Gaza. How do I know that? Because I've got friends in Tel Aviv. Sheinkin Street, Tel Aviv. Near Dizengoff Square, Tel Aviv. And they've been walking around, and it's they who tell me from their own mouth that Tel Aviv now looks like Gaza. How could it not? Because the air defenses over Tel Aviv are no longer operational. The Iranians are hitting at will with the most powerful ballistic. ولحد هنا وصلنا لنهاية الفيديو، والله أعلى وأعلم باللي جاي. يا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو واعمل متابعة لصفحتنا ده لو حابب تشوفني تاني. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.